السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله فيديو جديد. بس قبل ما نبدأ الفيديو عاوزين نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما ننساش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مشتركناش. السؤال معانا النهارده في اخت فاضلة، ويعني الصراحة ما شاء الله تبارك الله الاخوات كتير اللي بيسألوا نفس السؤال. عشان كده قلت خلي الفايدة تعم على الجميع ونجاوب السؤال مع بعض. اللي هو دلوقتي حضرتك رايحة على المدينة المنورة، هتغتسلي في بيتك الأول. الاغتسال اللي هو زي غسل الجنابة بالظبط، اغتسال للعمرة أو اغتسال للإحرام. ودعاء نية العمرة هتقوليه في بيتك، وهتنوي يعني هتحرمي منين، والدعاء هتقوليه فين. وبرضه في سؤال معانا بيتكرر كتير: المقص هاخده معايا ليه؟ او ايه فايدة المقص لما انا بقول ممنوع يتحط في الشنطة اللي هتطلع معاكي الطيارة فوق؟ ورجعوا شافوه تاني وانا بحضر شنطة العمرة وحطاه في الشنطة الكبيرة معايا. فبيقولوا لي ايه فايدة المقص معانا في العمرة؟ فان شاء الله بإذن الله هنجاوب على الأسئلة، ولو وقت الفيديو سمح بإذن الله تعالى هنكمل باقي الأسئلة معانا. أول شيء، حضرتك رايحة على المدينة المنورة، هتحرمي من بيتك ولا من المطار ولا هتحرمي منين؟ والاغتسال بتاعك هيكون شكله ايه؟ وهتغتسلي امتى اصلا؟ اول شيء حضرتك رايحة على المدينة، يبقى الاغتسال بتاعك مش هيبقى اغتسال، هيكون استحمام عادي خالص كأنك خارجة مسافرة. لان حضرتك هتحرمي من ابيار علي، اللي هي فين يا مراوضة؟ اللي هي قريبة جدا من المدينة المنورة. طب امتى هغتسل؟ هتغتسلي لما حضرتك هتوصلي المدينة المنورة وتقعدي فيها، سواء ال3 أيام بتوعك أو ال5 أيام أو ال10 أيام. لو هتوصلي على المدينة المنورة الأول هتخلصي كل أيامك، وآخر يوم خلاص انت ماشية وسايبة المدينة المنورة وخلاص ماشية منها رايحة على مكة، هتغتسلي الاغتسال اللي هو زي الجنابة بالظبط، اللي هو بتعممي الماء على جميع أجزاء جسمك. وبعد كده طب انا هقول نية العمرة في الفندق ولا هقولها هناك في الميقات؟ حضرتك هتقوليها في الميقات، وهتلبسي اللبس بتاعك. حتى لو لابسه النقاب هتفضلي لابساه، انت بس لابسه اللبس الخارجي بتاعك اللي هو النظيف الطاهر اللي لا يصف ولا يشف، ومتوجهه الى الميقات. هتحرمي من ابيار علي، هتحرمي من ابيار علي وليس من المطار وليس من الطياره وليس من البيت. زي ما كانت يعني في اخوات كتير مفكره ان هي هتلبس لبس الاحرام من بيتها لو هي رايحه على المدينه المنوره. وحابة أفكرك إن النساء ملهاش أي لون وملهاش لبس إحرام. أرجع تاني لموضوعي اللي هو الإحرام. حضرتك هتحرمي من أبيار علي، يعني اغتسلتي في الفندق اللي في المدينة المنورة وحضرتك كده ماشية أبيار علي، هتروحي هناك. طب انتي ليه بتغتسلي في الفندق؟ ما ممكن تغتسلي في أبيار علي، أصلا هناك الميقات مجهز فيه دش وفي حاجات مجهزة يعني ان انت تاخدي دش او ان انت تستخدمي الماء الساخن وكده. عايزه اقولك ان الدنيا بتكون هناك زحمه، فانت بتختصري الوقت، علشان برضو لو انت رايحه مع مجموعه او جروب فبيبقوا مستعجلين وعلشان الوقت. طب هتعملي ايه في ابيار عليه؟ حضرتك هتدخلي دورات المياه، هتتوضي وتخرجي من الوضوء الى المصلى هناك، وهتصلي ركعتين سنة الوضوء. العمرة ملهاش ركعتين، مثلا مش هتقولي نويت اصلي ركعتين للعمرة. العمرة ملهاش ركعتين، ركعتين دولت بتصليهم سنة الوضوء. او لو جه فرض عليكي وانت موجودة في الميقات سواء ظهر او عصر بتصلي الفرض او بتصلي السنة بتاعة الفرض، ده حضرتك وانت في الميقات. فبتصلي ركعتين وبعد ما بتخرجي، طبعا لو حضرتك منتقبه ولابسه جوانتي او الجلافز في ايدك بتشيليهم الاتنين من على راسك ومن ايدك، وبتحطيهم في الشنطه اللي هتكوني لابساها، شنطه كتفك. وهنا بقى بتقولي التلبيه اللي هو دعاء نية العمره: لبيك اللهم عمره عن نفسي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. حضرتك في اللحظه دي بقيتي محرمه. محرمة يعني ايه؟ يعني دخلتي في نسك، انت كده دخلتي في العمرة. طب برضو ايه فايدته يا مراوضة؟ فايدته ان حضرتك بقى حاجات كتير كنت انت متعودة تعمليها بقت خلاص كده من المحظورات، ما ينفعش ان انت تعمليها. طبعا انا متكلمة فيها بفيديوهات منفصلة كتير، ولكن هفكرك ببعض الاشياء اللي هي البسيطة اللي دايما بنستخدمها واحنا مش واخدين بالنا، وهي الكريمات، المرطبات، الحاجات اللي هي فيها ريحة او فيها عطر. دي طبعا غلط ان انت تستخدميها، لان دي من محظورات الاحرام. حاجة كمان اللي هي قص الاظافر
وفي اخوات كده متعودين ان هم يعني اي حاجه كده طالعه بيشدوها من بقهم كده على طول في ضوافر يعني. او ان انت مثلا نزلت استراحه وانت ماشيه ودخلتي يعني دورات المياه في اي طريق، وفكيتي شعرك وقعدتي تسرحي فيه. طبعا معظم النساء شعرها بيقع، فانت كده يعني دخلت تحت بند اللي هو ايه، اللي شد الشعر عن عمد او قص الشعر عن عمد. فانت خلاص بدم انت لسه مغتسله في الفندق ومسرحه شعرك وانت في المدينه، وحطيتي فيه التوكه مثلا وخلاص لفيت الخمار بتاعك، عايزه تروحي ان انت يعني استراحه او طريق طويل او حصل حاجه في طرحتك، اظبطي الطرحه بتاعتك بس او اظبطي الخمار بتاعك من غير ما تيجي جنب شعرك. يعني امتى هستخدم المشط او هستخدم حياه يعني كريماتي ومرطباتي هغيب طول العمره او طول 10 ايام ما استخدمش الحاجات دي، حضرتك هتستخدميها مجرد ما بتحلي العمره. يعني سواء لو عمرتك ساعه ساعتين 3 على حسب الوقت وعلى حسب صحتك ومجهودك، او برضو على حسب الزحام، مجرد ما بتحلي العمرة بترجعي تستخدمي كل حياتك وكل حاجتك اللي انتي كنت ممنوع ان انتي تستخدميها. برضو حاجة مهمة احنا دايما بنحطها في شنطتنا وبننسى ان هي من المحظورات، المناديل المبللة. وخصوصا لو قعدت في مطعم تاكلي وجبة او حد جابلك وجبة، بيكون معاها كده مناديل اللي هي المبللة دي اللي هي بيبقى فيها عطور. كل المطاعم بتبقى حطاها، بس انت دايما خليكي ذكري نفسك ان انت محرمه، ما ينفعش تستخدم الحاجات دي وما ينفعش تستخدمي المناديل اللي هي فيها عطر جامد، لان دي من المحظورات. ممكن طب استخدم في ايه؟ طبعا انا لو دخلت دورات المياه، وده سؤال بصراحه يعني بيتكرر لي كتير، انا دلوقتي محرمه وعزكم الله دخلت دوره المياه ومحتاجه ان انا اغسل ايدي او اطهر ايدي، وانت بتحضري شنطه العمره لسه في بلدك، اعملي حسابك اشتري صابون اللي هو بدون رائحه، يعني هتلاقيه متوفر كتير جدا جدا جدا، وخصوصا لما تعرفي اللي انت بتشتريه منه ان انت طالعه عمره او علشان الاحرام. الصابونه دي هتبقى معاكي فتره الاحرام بس، او فتره ما يعني اللي انت بتعملي فيها العمره بس، لو اضطريتي ان انت تدخلي دورات المياه. هستخدمها تاني امتى؟ لو بتفكري تعملي عمره لوالدتك او والدك طول ايام العمره او طول ايام اللي انت قاعداها في مكه، لو هتعملي اي عمره لاي حد تاني، فبتحطيها في كيسه كده وتحطيها في شنطه ايدك علشان لو اضطريتي تدخلي دورات المياه وانتي محرمة. فبتخلي بالك من الحاجات دي وتركزي وتذاكري العمرة كويس قبل ما تطلعي علشان ما تقعيش في اي حذر منهم لا قدر الله. طبعا ده بالنسبة للأسئلة اللي معانا. هتاخدي المقص ليه يا ام روضة وانتي في العمرة؟ هاخد المقص عشان احل العمرة بيه في نهاية جبل المروة لو لقيتي مجموعة نساء. طب انا رحت يعني انا مثلا ام روضة لما كنت في العمرة لقيت مجموعة نساء، وبصراحة يعني جزاهم الله كل خير، كانوا هما بيمدوا ايديهم من تحت الطرحة، يعني اصلا الشعر ما بيخرجش من الطرحة او من تحت الخمار، بيمدوا ايديهم وبيقصوا ما يعادل عقلة صباع من تحت الخمار، لان في اخوات هناك بيعملوا الموضوع ده بالفلوس، يعني بخمسة ريال وبعشرة ريال. فعلى ايه انت لو الظروف بتاعتك ما بتسمحش، بتكوني شايله شنطه كتفك ولفه المقص بتاعك في منديل وبيكون في شنطتك وانتي بتعملي العمره في نهايه جبل المروه، يا اما بتخلي اي اخت تقص شعرك، يا اما بتجيبي شعرك كده لقدام ومن تحت الخمار، من تحت الخمار. طب انت ما رحتي وما لقيتيش مجموعه نساء، يبقى ما تخرجيش شعرك من تحت الخمار، ولما توصلي الفندق قصيه. في اخوات كتير بتقع في الغلط وبتوصل للفندق وبتنسى ان هي تقص اطراف شعرها، يعني الاسئله دي وردتني كتير. قالت انا دخلت على طول من بره، يعني من الحرم، وروحت الفندق على طول ودخلت تحت الدش واستخدمت كل الحاجات، وبعد ما قعدت افتكرت ان انا ما احلتش العمره. فعلشان ما تقعيش في اي حذر من المحظورات، خدي بالك كويس، ويعني عجلي بان انت تقص شعرك، عجلي بان انت تحلي العمره. ده كان فايده المقص معاكي، هو بس ممنوع ان انت تاخديه الطياره من فوق، علشان هو يعني غلط، يعني هياخدوه منك ويرموه في الباسكت، بس هما مش هيديهولك. فعلشان ما تخسريهوش حطيه لي فيه كده في منديل زي ما انا كنت عامله، وخديه معاكي في الشنطه الكبيره اللي هتكون في بطن الطياره. ده بالنسبه للسؤال هتاخدي المقص ليه. طيب معايا سؤال كمان جميل، ينفع لما اوصل المدينه، انا دلوقتي جايه من المدينه والمدينه سفر وانا تعبانه وانا محرمه، ينفع انام مثلا او استحمى او اخد دش في السريع واريح مثلا حوالي ساعة ولا حاجة، وبعد كده انزل اعمل العمرة؟ علشان برضو العمرة مجهود ومحتاجة ان انت تكوني يعني ايه بدنيا كده كويسة. او مثلا هاخد العلاج بتاعي واستنى شوية على بال ما العلاج يشتغل معايا وكده. عايزة اقولك ان ينفع، بس خليكي فاكرة ان انت محرمة. لو هتاخدي دش فهتاخدي دش بالماء فقط، وما تسرحيش شعرك، نشفيه زي ما هو كده وما تسرحيهوش.
ده كانت نصيحتي ليكِ. هتغيّري الملابس بتاعتِك مكان السفر أو ما كده عادي تغيّري الملابس بتاعتِك، ما فيش فيها مشكلة، بس خدي بالِك من المحظورات، خدي بالِك خليكِ فاكرة إن أنتِ محرمة، يعني ولا تشدّي شعرِك ولا تستخدمي أي شيء، أي شيء خلّي بالِك، خلّي بالِك، خلّي بالِك، هو يجوز مش ممنوع. أمّا الرجال طبعًا ما ينفعش لو هو وصل المدينة، لو هو وصل على مكة ما ينفعش إن هو يغيّر اللبس الإحرام ويلبس مثلًا بيجامة أو